والله ما عارف اقول ايه. بعد غياب رجعنا تاني نعمل فيديوهات. وحشتوني جدا جدا يا ريمونتادوية. بشكر كل الناس اللي كانت بتسأل عليا وكانت بتدعمني رغم ان احنا ما كناش بنعمل فيديوهات، فانتوا فوق راسي. ساعدونا ان شاء الله ان احنا نوصل لل 10000 مشترك، خلاص داخلين عليهم اهو. ان شاء الله نبقوا 10000 ريمونتادي وريمونتادوية على اليوتيوب. النهارده هنتكلم في 3 اسرار بسيطة جدا 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 هتخليكي جذابة لاي راجل في العالم، مهما كان قوته، مهما كان هو جامد مش جامد، غني مش غني. طب حتى لو انا ريمونتادي شكلي نص نص او شكلي على قدي، الموضوع ملهوش علاقة بالشكل تماما. فعلا هتبقي مغناطيس لو بس عرفتي 3 اسرار دول ونفذتيهم بكل بساطة. الحوار كله بده وبالكنترول اللي هتعمليه على نفسك. يلا بينا نبدأ في حلقة النهاردة عشان ما نطولش. يلا بينا. عادة لو كنت جديد معانا في القناه فانا برحب بيك، بقول لك اهلا بيك. انت في الريمونتادا، انت في القناه دي عشان خاطر تبقى على وضعك، كمان تعرف حاجه جديده عن نفسك او عن غيرك او عن البرج اللي انت بتتكلم فيه. بصوره عامه تعرف نفسك وتعرف الناس بيفكروا ازاي تطور من نفسك، تبقى فوق ما تبقاش تحت. النهارده هنتكلم عن 3 اسرار مهمين جدا هيخلوا اي ست، اي بنت في الدنيا فعلا جذابه، تجذب اي حد مهما كان هو قوي ولا نص نص ولا بياع ولا بتاع بنات. ايا كان هو هينجذب لك لو نفذتي ال3 اسرار دول. اول سر معانا عشان ما نطولش حلقه النهارده، انك لازم تكوني دايما هاديه. ما بقولكيش ادعي الحاجه، ولكن بقولك اتعلمي الحاجه. حاولي تتعلمي ده، حاولي تحكمي عقلك اكتر. لازم تبقي هاديه. الهدوء دوت بيخلق جواه تفكير غريب جدا. هي هاديه ليه؟ البنت دي شداني ليه؟ انا عايز اعرف. هبتدي يسال نفسه اسئله كبيره جدا. انا مشدود لها. هدوءك هيولد على طول رقه لما تتعلمي. مش عايزك خالص تمثلي، لا انا عايزك تتعلمي. علمي نفسك وده هيفيدك جدا، وده هيبان قصاده لو كنتوا بتتقابلوا، لو كنتوا حتى ما بتتقابلوش ولكن بيبصلك من بعيد، يعرفك في مكان شغلك تعرفيه. ايا كان لازم تتعلمي الهدوء. هدوءك بيجيب رقة، فطبعا دي جذابة جدا لأي راجل في الدنيا مهما كان الراجل ده. زي ما بنقول في بالمصري يعني سرسجي، محترم، شقي، بتاع بنات. ايا كان هدوءك دوت بيسحر اي راجل دايما ما بيحبش الصداع، زي ما بيقولوا بالمصري كده، ما بيحبش اللك الكتير. فلك ان تتخيلي انك اصلا هادية، انك دايما بتحبي تسمعي. يعني انت بالنسبه له فرصه جميله جدا. النقطه دي مهمه جدا، النقطه دي لازم تشتغلي على نفسك فيها. حتى لو ما بتعرفيش، اعلم نفسي. طب ازاي احكم عقلي لما اتكلم كلام ملهوش لازمه؟ فاروح مهديه نفسي. في كلام ليه لازمه اتكلم كلمتين، ولكن ابتدي ان انا احجم كلامي، اقلل كلامي. كده انا بعلم نفسي، كده هو بيشوفني. طب هو ما بيتعاملش معايا من بعيد لبعيد، من بعيد لبعيد لازم يشوفني هاديه، ما بتكلمش كتير مع صحابي. ده في حد ذاته رقه. وخلي بالك ده جذاب جدا لاي ولد. نقطه مهمه جدا فعلا تفرق معاكي. النقطه اللي بعد كده، ودي ممكن تقولي شبه النقطه الاولى، اقول لك لا دي مختلفه تماما. عايزك دايما بالنسبه له غامضه لو كنتوا بتتقابلوا، ولو كنتوا بتقعدوا مع بعض، او لو كنتوا صحاب. دايما ما ينفعش تحكي له كل حاجه. حتى لو كنت هاديه برضه ما ينفعش تحكي له كل حاجه. ما ينفعش تقعدي معاه تقولي له ده انا عملت 1 2 3 4 5 6، على فكره ده انا هعمل كذا وكذا. انا عايزك دايما غامضه. في حاجه هو ما يعرفهاش عنك، هو نفسه يعرفها عنك وانت ما بتحكيهاش. طب يعني ينفع اكذب عليه؟ اكذبي عليه، بس ما بقولكيش تكذبي عليه كذب اللي في بالك. اكذب عليه ازاي؟ ان انا ما فهمهوش كل حاجه. ده اسمه كذب ابيض. انا ممكن احكي له حوار هو ضاغط عليا فيه، ولكن في حاجه كده هو في الحوار انت مش من حقك تعرفها. لو ما بيني وما بينك اوكي هحكي لك الحوار مش هكذب، لكن الكذبه اللي انا عايزك تكذبيها انك ما تحكيلوش كل. لازم حته كده هو يبتدي يدور عليها. الغموض ده يا جماعه بيفرق جدا في اي بقى موقف. بقى خدي الكلام ده في اي موقف من المواقف ايا كان بقى انتوا مع بعض بقى. يعني كل واحد طبعا على حسب هو مع شريكه في ايه او في موضوع ايه او ايا كان. فده بطلبه منك جدا. لو كان عمري 20 18 16 17 33 27 ايا كان من 18 سنه فيما فوق، ايا كان العلاقه ايه
حتى لو كان في تجارب تانية ليكي، حتى لو كان كنتي مرتبطة وفركشتي، لا انا عايزك تعلمي نفسك، تفهمي نفسك انك لسه صغير، عايزك تعلمي نفسك دوت. ودي حاجة مهمة جدا جدا. يبقى اول حاجة معانا انك تتعلمي الصمت، تهدي، تتعلمي. ده بيخلق ليكي انت قصاده رقة فظيعة جدا جدا جدا. وما ادراكي ما قيمة الرقة عند الراجل. الراجل دايما بيبقى حنين وبيجي بالحنية، ويعني طبعا مش فاهم اي حاجة، مش فاهم ان الست ما بتجيش بالحنية زيه. فانت لازم تكوني هادية، تتعلمي الصمت، وبعد كده تبقي غامضة. الغموض بيخلق يعني سحر رهيب جدا جدا جدا. السر الثالث معانا عشان ما نطولش حلقة النهاردة، وده سر مهم جدا جدا وصعب، تتعلمي التقل. التقل تتعلمي، ما تمثلهوش، لان الراجل خلقه ضيق، يعني لازم تتعلمي انك تبقي تقيلة، تكوني هادية. ويفضل لو اول تعامل ما بينكم لازم تتعلمي التقل، لازم تبين له انك فعلا تقيلة. طب انا ما عنديش حوار التقل ده، ما بعرفش اصبر، ما بعرفش، ما ينفعش يبان غيرتك، ما ينفعش دايما تسأليه هي مين دي، انت رحت فين، انت جيت منين. بلاش الكلام ده كله، بلاش تشكي، بلاش بلاش بلاش. يفضل لو انتوا اول مره تتعاملوا مع بعض او اتعاملتوا كذا مره بس على خفيف، يفضل انك تتعلمي التقل، تبقي هاديه تقيله راكزه كده. هو شوفك هاديه غامضه تقيله، بينجذب جدا للكلام ده. دايما دايما البني ادم بيختار الصعب وبيروح له. فما ينفعش ان انا ابقى سهله، مش سهله يعني دماغك ما تروحش البعيد، ولكن السهل انك دايما تديله رقمه ومفيش مشاكل، رقمك عنده ورقمه عندك والدنيا تمام والحياه ايزي خالص، وبتهزري وبتضحكي. اول ما بتشوفيه بقى بتبقي عايز تقلبي اراجوزه. الكلام دوت غلط. انك تقعدي تحكي له كتير غلط، ما بتبقيش جذابه بالنسبه له. فعشان دايما يختارك وعشان دايما تبقي جذابه قوي لازم تتعلمي التقل. 3 اسرار مهمه جدا بتمنى انك تتعلميهم، ما تمثليهمش، تتعلميهم ليكي انتي، هيفرقوا معاكي جدا 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 كأنثى. يا ريت نتعلم. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها. اكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزيننا نتكلم في الحلقات الجايه، وكمان قولوا لي رايكم في الفيديو. السلام عليكم، استنوني في حلقات جديده.